قصة حب دنيا وعمر، قصة حب بعد 4 سنين من الحب اتكلل بالارتباط والزواج، لكن للأسف يا فرحة ما كملت لأنه صار في مشاكل بين الأهل بسبب إنه عمر وقع على ورقة، إنه هو هاي الورقة بتكون مثل حفاظ على حق دنيا، خصوصا إنه دنيا ما كتبت مهر ولا مؤخر ولا ذهب ولا شي يعني بشكل عام. فللأسف إنه تركها عمر بعد ما ارتبط وتزوج فيها، وطلع عمر على السوشيال ميديا لحتى يحكي التفاصيل، وقال إنه هن وقعوني على ورقة، وإنه أصلا دنيا ما همها إلا المشاهدات والريتش، ما بهمها. أنا كزوج جنبها كنت بعرسي وهي عم تسألني عن الريتش وعن المشاهدات، وحكى تفاصيل كتيرة عن موضوع انفصاله عن دنيا والسبب. وراح احط لكم هلا الفيديو اللي حكى فيه عمر عن دنيا. والله حسب الله ونعم الوكيل فيكم. انا ما كنتش اصدق ان هو حد يعمل معايا كده. الفيديو ده موجه لوزاره الداخليه وقضاه مصر. يا جماعه انا عريس اتكسر فرحتي واتغدر بيه واتنصب عليا يوم كاتب كتابي، والمصحف ده كلام اشهد عليه قدام ربنا. كل كلمه هتطلع مني صدق، مش هكدب في ولا كلمه هقولها في القصه دي. انا يوم كاتب كتابي قعدنا كلنا عشان نكتب كاتب الكتاب وكتبت الكتاب، وقعدت اسال المأذون ايه الورق ده انت بتمضينا على ايه؟ انا مش عاطي اخوانه طبعا وبتعامل باصلي، وهو مش عايز يقول لي، المأذون ما كانش عايز يقول لي اي حاجه خالص. المهم خلصنا يوم كاتب الكتاب، فرحنا وعيطنا وانبسطنا وروحنا نمنا. صحيت الفيديوهات اتبعتت لي ولقيت نفسي بمضي على قايمه على بياض. طبعا بقى كل الكلام ده بدون علمي، بدون علم اهلي. ابويا اللي كان موجود معاهم من اول اليوم محدش بلغه، كانوا كلهم عمالين يتهربوا منه ومحدش بلغه باي حاجه ولا عرفه انا همضي على ايه. ابنك هيمضي على ايه؟ يعني انت تكتب فيها اللي انت عايز تكتبه وبعد كده انا توديني في داهيه. ومعايا اثباتات لكل كلمه انا بقولها، وكل اللي في الفيديو ان المأذون عمال يخبي صوره القايمه، ورقه القايمه كان عمال يمحيها، مش عايز يوري لاي حد انا بمضي على ايه، والمصور عمال يقول لي نزل الشنطه نزل الشنطه، وهو ما كانش عايز ينزل الشنطه وقاصد ان هو يحط الشنطه، وعمال يرفع في الغطا بتاع الشنطه عشان يداري الورقه تماما، عشان يداري انا بمضي على ايه اصلا. واقول له يا شيخ انت بتمضيني على حاجه انا مش عارفها ولا ايه؟ انا شاكك فيك. يقول لي يا عم امضي، ده انت بتمضي على عمرك وموتك. قسما بالله قسما بالله ده حصل ومعايا اثباتات، كل كلمه بطلعها معايا الاثبات بتاعها. يعني بالله عليك بالله عليك لو انت مأذون بتتفرج عليا، في مأذون كده، في مأذون بيعمل كده. وبصوا بقى الصدمه اللي انا فيها واللي هي اهلاني لحد دلوقتي. ابو العروسه كان يعرف كل حاجه، والعروسه نفسها كانت عارفه كل حاجه. يعني انا المغفل الوحيد اللي كنت في الفرح. ومع العلم بقى ان ابويا يوم الخطوبه قال له طلباتك ايه يا حاج؟ قال له يا عم سيبها على ربنا زي ما هي ماشيه، ولا جاب له سيره قايمه ولا جاب له سيره اي حاجه خالص. واول ما حددنا كاتب الكتاب واخترنا القاعه واخترنا كل حاجه، رحت له قلت له يا حاج اجيب لك الحاج ابويا امتى عشان نتفق على حاجات كاتب الكتاب وتفاصيل كاتب الكتاب؟ يقول لي مش وقته. 3 مرات اروح له، يعني تلبسوني يوم كاتب الكتاب وتغفلوني وابقى كده تمام وابقى كده راضي؟ هو في حد بيوافق على حاجه زي كده؟ ومع العلم اصلا ان احنا ما جبناش قشايه في الشقه كلها فاضيه. ثاني يوم بقى والدي راح له بالحسنى عشان يتكلم معاه بالراحه ويقول له اللي حصل ده ما ينفعش، ويجيب الورقه اللي انا مضيت عليها وانا متغفل. راح قايم يزعق ويقول انا بضمن حق بنتي، والورقه كده هتترمى في الدرج. كلمت بقى المفروض اللي هي تبقى مراتي عشان اشتكي لها باللي حصل. طبعا بقول لها ابوكي عمل معايا كذا كذا كذا. قالت لي طب ما بيضمن حقه وبيضمن حق يا عمر، يعمل ايه؟ طب ايه رايك تيجي نقطع ورقه القايمه دي ونمضيك بقى على شيك على بياض؟ قلت لها شيك على بياض؟ قالت لي ما يضمن حقه منين وانا اضمن حقي منين؟ قسما بالله العظيم 3 كل كلمه بقولها حقيقه. طبعا الناس اللي هتسالني انت كنت مش بتشوف وانت بتمضي، او انت مثلا ما كنتش مركز وانت بتمضي على ايه، انت حط نفسك مكاني. انا واحد فرحان ومبسوط بعروستي وقاعد جنب عروستي ومبسوط، وحققنا حلم عمرنا في 4 سنين. ازاي هركز في الورق؟ هقرا الورق كله بس هم غدروا بيا، انا اتغدر بيا. ازاي يا جدعان 4 سنين وايه يهونوا عليكم واكلين مع بعض عيش وملح، وبقول لك انت طلباتك ايه علشان انا اعرف، وتغفلني في كتاب كتابي اكتر يوم يعني بيبقى يعني احلى يوم في حياه اي عريس. والله حسب الله ونعم الوكيل فيكم. انا ما كنتش اصدق ان هو حد يعمل معايا كده. وطالع عماله توحش صورتي قدام الناس، وفي ناس صدقت انت ندل وحسبي الله ونعم الوكيل فيك، والناس عماله تحاسبن عليا وانتوا ولا تعرفوا حاجه. خلاص كده انبسطتي، طلعتي سوقتي سمعتي وحش صورتي انا وعيلتي ان هم اصلا كانوا شايلينك من على الارض شيل. طلعت سواق سمعتهم وانا كنت باكلهم وكنت انا كعبي عالي عليهم. انت عماله انت بتشتمي وعماله تبواخي في ناس كانوا شايلينك من على الارض، خالاتي وامي واخويا ومراتي وكل الناس. اصلا انت بتجيبي اللي فيكي في الناس ولا ايه؟ طيب انا مش فاهم يعني. تطلعي كده تلقحي فيهم وتعيبي فيهم. انا يا ستي ده ابسط مثال يا جدعان، ابسط مثال. برقص معاها في كتب الكتاب وفرحان ومبسوط، وهي جنب ودني بتقول لي هو الريتش عامل ايه؟ نزلت حاجه؟ هو الريتش عامل ايه؟ كويس؟ بتسال على الريتش ومش مبسوطه باليوم اللي احنا فيه. ريتش ايه وخرا ايه اصلا؟ ريتش ايه والسوشيال ميديا زفت ايه؟ فيكي حيل اصلا وفيكي نفس ان انتوا تبقوا كلكم كده مع بعض وطلعت تلعبي وطلعت ترقصي وطلع مبسوطه. مفيش راجل هيقبل بحركه زي اللي انتوا عملتوها. وحسبي الله ونعم الوكيل، اقسم بالله حقي هيجي، قسما بالله حقي هيجي، وانا عارف حقي هيجي ازاي. ربنا هيجيبه لي، والقانون اقسم بالله زي ما باباكي قال يا اما المشروع قانوني هنجيبه قانوني يا جماعه.
وحكى عمر انه هي طلعت لايفات وشوهت بسمعتي وسمعة اهلي، وحكت اني انا اختفيت من تاني يوم من العرس، يعني بس قضى معها يوم، تاني يوم اختفى. وهي طبعا حكت تفاصيل تانية، فحكى هي ما حكت للعالم شو السبب وليش انا اختفيت وليش رحت وليش بعدت، هي بس طلعت تشوه بس بسمعتي وتحكي اني انا اختفيت وتركتها. هو معقول انه في حدا حب عمره وتزوج انه يختفي بدون سبب؟ مراتي في الاخر طلعت تطلع لايف وبتطلع لكم فيديوهات تقول لي انا اختفيت تاني يوم، انا اختفيت تاني يوم. انت بقى مش عايزه تقولي السبب ليه؟ انت فاكراني ان انا هسكت؟ انت مفكراني ان انا هسكت؟ انا اختفيت ليه؟ في عريس بيحب 4 سنين وبيدفع دم قلبه وطالع عينه وبعد كده يسيب تاني يوم؟ انت هو ده مجنون؟ كان معايا اخر 10000 جنيه في جيبي قبل كاتب الكتاب بيوم، لي خاتم ب 10000 جنيه قبلها بيوم، علشان تثبت ايه؟ عشان تثبت ان انا عايز افرحك، وما كانش معايا غير ال 10000 جنيه دول. جبت لك اخر فلوس في جيبي، جبت لك بيهم خاتم عشان تنبسطي وتفرحي في كاتب كتابك، عشان ما تلبسيش حاجه فالص. في الاخر بقى تيجي توحشي صورتي وتقولي ده اختفى وفي ومش راجل، بتقولي عليا انا مش راجل. انا لو واحد يهودي مش هيعمل كده، لو واحد يهودي مش هيسيب مراته تاني يوم. افهموا انتوا دماغكم كبيره، مفيش، انت عاقلها كده بالكلام، مفيش راجل هيعمل كده. وطالعه واخترعت قصه كده مع نفسها هي وشويه من صحابها ان حد من اهلي هم اللي حرضوني ان انا اسيبها. اللي هو ازاي يعني؟ انتوا ناس كبيره وفاهمه، ازاي يا جدعان؟ مفيش حد اقسم بالله العظيم 3 والمصحف ده حرضني على حاجه. انا ما حدش حرضني، بس انا راجل ودمي حر، انا ما بقبلش على حد يمضيني على حاجه انا ما اعرفهاش، ما حدش يمسك عليا ورقه. انا ما اختفيتش، انا بعدت خالص عشان انا اتصدمت صدمه حياتي. ده اول سبب الانفصال. خد بقى تاني سبب للانفصال. انا يوم لما رحت اتقدمت للخطوبه قعدت مع باباها، قال لي بص يا عمر انا مش هينفع اخطب لبنتي وانت لسه ما عندكش شقه. قلت له خلاص انا هعمل اللي عليا وان شاء الله هجيب شقه. كلمني في مره قال لي يا عمر انت معاك كام؟ قلت له انا معايا رقم كذا. قال لي طيب خلاص انا معايا رقم كذا هسلفه لك لحد ما تديهولي في اي وقت. قلت له خلاص. قال لي عشان دي تبقى شقه الجواز وكمان بالمره تبقى جنبنا. قلت له مفيش مشاكل. رحنا شفنا الشقه ومضينا العقد، كتب لنفسه في العقد 60% ليه هو و40% ليا انا، لحد ما اديله كل الفلوس اللي انا استلفتها منه. المهم سددت الفلوس دي في خلال سنه بالظبط. جيت من اول ما سددت الفلوس بقيت اقول له على تنازل للشقه، ان هو يعمل لي تنازل للشقه، وهو كان عمال يتهرب مني. اصل الضرايب ايه، اصل مش عارف ايه، مشاكل ايه، قعد يعمل حجج مش مقنعه نهائي. المهم جيت قبل كتب الكتاب بشهر عملت مشكله كبيره جدا ان هو يعمل لي تنازل، ومش هيحصل له مشاكل ولا حاجه، بس انا عايز احس ان هي شقتي بجد. وضبط فيها كل حاجه وحطيت فيها كميه فلوس رهيبه، وهو برده مش عايز يعمل لي تنازل. وهي تقول لي يا حبيبي ما هي شقتك واحنا كلنا عارفين ان هي شقتك وانت مخلص كل فلوسك. معايا اثباتات كبيره جدا جدا ان تثبت ان هي شقتي. المهم يا جماعه احنا قعدنا قعده كده بعد كتب الكتاب عشان نحل مشكله القايمه ومشكله الشقه. قلنا له على موضوع الشقه، قال لنا مش هعمل تنازل للشقه. ليه مش هتعمل تنازل للشقه؟ عشان انا هكتب التلتين للبيت والتلت لابنك. اصل انا لو كنت شغلت الفلوس اللي انا كنت سلفتها له دي كان زمانها جابت كتير، فانا عايز مكسب 160000 جنيه. بره القعده راح مكلم واحد قال له لو مش عايز البنت انا عايز تعوض لي بنتي 300000 جنيه وعايز مكسب الشقه علشان اعمل تنازل 160000 جنيه. بالله عليك في كده؟ بالله عليك في حد يقبل كده؟ والله العظيم والمصحف ده ما وقفت معايا في ولا موقف. بقول لها في عز القرف بقول لها ابوك عايز مني 160000 جنيه، تقول لي ما هنعمل ايه؟ انا ماليش دعوه بالحوارات دي كلها، ده كلام رجاله، انتوا تسفلوا مع بعض، انا ماليش دعوه، خرجوني. يعني ايه نخرجوكي؟ امال مين؟ انا بحارب لوحدي؟ انا عمال احارب لوحدي في كده؟ هل في قانون بيقول كده ان انت البنت بتتعوض ب 300000 جنيه؟ انت بتدي رقم مع حالك، انت بتبيعها ولا انت ايه؟ طيب انت يعني بني ادم؟ في قانون اصلا بيقول انك انت لو مش عايز البنت 300000 جنيه ومليون جنيه واي حد يحط رقم اللي هو عايزه بيتمن بنته؟ في حد يتمن بنته؟ ويقول لي ايه بقى لو حل تاني؟ يا اما نمشيها قانوني وانا هعرف ازاي امشيها قانوني واحبسك. قسما بالله وحياه المصحف ده كل كلمه انا قلتها حقيقه، واقسم بالله ما بكذب عليكم في ولا حرف. وانا هوريك قانون بلدي هيعمل ايه في الحوار ده. حد يقول لي انا ذنبي ايه ان انا حبيت؟ انا ذنبي ايه اللي انا مشيت بما يرضي الله علشان اتجوز؟ هل كل الشباب هيحصل معايا كده؟ بيحصل معايا كده يا جماعه؟ انا طبعا دنيا طلعت على اللايف المباشر وكانت عم تحكي للناس عن اللي صار معها وكيف اختفى عمر، وثاني يوم من الزواج وهي كانت عم بتحاول تتواصل معه وتتصل عليه لكن هو ما كان بيرد عليها نهائيا، فكانت تعبت كتير ونقلوها على المستشفى وقعدت تقريبا 5 أيام وما سأل عنها ولا حكى معها ولا تواصل معها. طلعت على اللايف مباشر وكانت كتير معصبة وكتير متضايقة من اللي صار معها، وطبيعي أي إنسان بصير معه هيك موقف أكيد رح يطلع ويعني يشرح للعالم اللي صار معه ويكون متضايق ومعصب. الحمد لله. هو عامل لي مفاجأة الاختفاء، هو ده اللي عامله لي عمر، اللي هو اختفى. ارن عليه ما بيردش عليا. دخلت المستشفى قعدت 5 أيام كل يوم محلول. معدتي فضلت لحد انا لسه اكله النهارده، انا فضلت 10 أيام معدتي رافضه الاكل. البرشامه لو اخدتها سوري يعني برجعها تاني، فكان كل الادويه في المحاليل والاورده بتاعتي كانت بتفرق. ما تسمعوش من طرف واحد سواء انا او هو، بس في اي موضوع محدش يسمع من طرف واحد. ومن بعدها طلعت دنيا بفيديو كانت كتير رايقة وكتير هادية، واعتذرت عن عصبيتها وغضبها باللايفات وانفعالها، وحكت رح افهمكم الموضوع من وجهة نظري
بهدوء وبرواء، لأنه كانت معصبة كتير باللايف المباشر. وحكت دنيا إنه كمان من طرفها نسمع، يعني اسمعوا الطرفين، لا تسمعوا من طرف واحد إن كان هي ولا هو. بعدين احكموا، لأنه أكيد لما طلع عمر كتير العالم وكتير متابعين تعاطفوا مع عمر وحسوا إنه هو انظلم بهاي القصة وإنه دنيا غلطانة وراحوا يهاجموها. فحكت دنيا إنه اللي صار معها إنه هي ما كانت تعرف أبدا بهاي الورقة اللي مضى عليها عمر خلال الزواج، وحكت إنه والدها بس مضاه مشان يحفظ حق بنته، لأنه لا دفع لا مهر لا مقدم لا مؤخر ولا شي ولا ذهب ولا أي شي. وحكت بالنسبة لمصاريف الزواج اللي حكى عنها عمر وكمان القاعة وكل هاي الأمور أصلا كانت إعلانات. فعليا حكت انه نحنا ما كلفنا عليه ابدا نهائيا ولا اي شيء، حتى وقت اللي كانت امه تحكي بدنا نعمل حفلة خطوبة ونفرح قالها ابوها ما في داعي، انه خلص عملوا كتب كتاب وفرحوا وانبسطوا، ما في داعي لحفلات الخطوبة والتكاليف الزايدة. فكانوا عم بيحاولوا قدر الامكان انه ما يحطوا تكاليف زيادة على اهل العريس، وكانوا متماشيين مع الوضع وكانوا كتير متفاهمين. لكن حكت بخصوص الورقة اللي توقعت مشان حفاظ لحقي مش أكتر. ورح لكم هلأ كلام دنيا ووجهة نظرها من هذا الموضوع. بصوا يا جماعه، انا الانسان ده ما شفتش منه غير كل خير، والانسان ده ما شافش مني غير كل خير. ويوم كاتب الكتاب اول حاجه كده بسم الله قال حاجه ان انا دافع وصارف. اول حاجه يا جماعه القاعه مقابل اعلان دعايه، اي مصور كان موجود مقابل دعايه، الجفتات مقابل دعايه، ما دفعش غير حاجه، الفستان مقابل دعايه، البدله مقابل دعايه، ما دفعش غير حاجه واحده فقط وهو الفندق. حتى العربيه كان اخوه جايبها له ب 13000 جنيه، بابا جابها له ب 6000 جنيه. يوم ما روحنا قال له كده في 2000 جنيه زياده عشان التاخير، بابا دفع له 500 جنيه فقط. لحد اللحظه اللي احنا فيها عمر ما دفعش حق المأذون، لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي. جينا يوم القاعه تمام، بابا كان موجود لان عمر مش موجود، فبابا كان موجود تمام يا جماعه. القايمه الراجل اللي هو المأذون جه قال له فين حق بنتك؟ بابا قال له والله انا ما كتبتش حاجه. فقال له دلوقتي احنا قدامنا حلين، يا نكتب قايمه القايمه الاساسيه بتاعته، يا نكتب ايصال امانه. قام بابا قال له لا انا ما رضاش على ايصال امانه، لو ابني مش هرضاها عليه، يكتب القايمه الاساسيه بتاعته. وده اللي حصل فعلا. بابا كان قاعد والقايمه بتيجي وبتتكتب، بابا كان قاعد بشهاده الشهود، ومنهم صحاب عمر نفسهم قالوا لا ابوه كان قاعد. اتقال لنا ان ابوه ما كانش يعرف غير بعد كتب الكتاب، ابوه اللي قال كده. واتقال ابويا ما كانش يعرف خالص، واتقال ابويا كان حاضر والقايمه بتيجي ما حضرش اتفاق، واتقال كمان انا اعرف بس ابني ما يعرفش. فانا دلوقتي اكبر مين؟ اكبر الراجل تمام ولا اكبر الابن؟ هل هم ما كانوش يعرفوا ان في قايمه؟ لا يعرفوا ان في قايمه، وقالوا احنا هنكتب حاجتنا بس. قلنا لا يا جماعه احنا مش ماشيين بنظام اسكندراني، احنا ماشيين بالنظام الغربيه، نظام المحله. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل حاجه على العروسه ما عدا الخشب، العريس هو اللي بيجيبه. يوم الخطوبه يا جماعه لما عملنا قرايه الفاتحه في البيت، تاني يوم مامته جت قالت يا جماعه احنا عايزين نفرح ونعمل خطوبه ونعمل. بابا قال لها حرام. ليه؟ هي لبست فستان وفرحت وهو لبس وفرح، يبقى ليه؟ وفعلا ما عملناش خطوبه. وحتى بابايا كان رافض كتب الكتاب بسبب المصاريف، وماشيه معانا الدنيا لما لقى فيه اعلان وجفتات والدنيا كده. جينا يوم كتب الكتاب يا جماعه انا عروسه ما اعرفش اي حاجه في اي حاجه، وخلاص جابوا القايمه وعمر مضاها وخلاص الدنيا تمام. جم تاني يوم بابا وخاله جم ماشي، انت تجيب، ابوه بيقول كده انت تجيب القايمه وتقطعها. قام بابا رنن على المأذون، شيخنا هي القايمه فين؟ قال له يا ابو يوسف مش انت بعد ما مضيت القايمه انا قلت لك خد القايمه، انت قلت لي هو مضى القايمه، انا قلت لك خد القايمه انت قلت لي لا، خلي القايمه معاك دي امانه معاك، يعني القايمه مش معايا. خاله جمال قال لبابا يا حاج ياسر تمام انا لو بنتي هعمل اكتر من كده. ده خاله. وابوه طلع كلمه بره قال له يا عمر القايمه مش هنا اصلا وخلاص يا ابني، ده مجرد اجراء روتيني ومشي دنيتك وخلاص وخلاص وخلاص. عمر كلمني قال لي كلم امي وتحكي وهزري وما تكسريش فرحتك. كلمت امه صوتها عليا قد كده، فبقول لها يا طنط، بقول لها يا بطه بعد اذنك بلاش الحريم تدخل في المواضيع، لان الحريم دماغها صغيره والمواضيع اتحلت خلاص. لا انا مش هطلع من الموضوع ده يا ابني، نفس الطريقه كده وهدي فيها وبالراحه مش بالراحه. انا عمري ما نزلت رحت في مكان غير لما خدتها معايا، وكانت دايما تقول لي يا دنيا انتوا فرحتي الاولى والاخيره. انا عبد الرحمن ما فرحتش معايا، حماتي كانت تيجي تعيط لي من منا بدل الدموع ده، قسما بالله عمري ما سخنتها عليها، كنت دايما اطبطب عليها، كنت دايما معلش
ماما نفس الكلام لحد دلوقتي، ولا بابا طلع قال كلمه، ولا ماما طلعت قالت كلمه، ولا اخواتي طلعوا قالوا كلمه. انت كراجل سايب مرات اخوك وسايب اهلها وسايب امك وسايب خلانك وسايب عمامك وسايب خالاتك، كلهم يلقحوا، كلهم يقولوا اقذر الالفاظ. بعد ما خاله جمال وابوه مشى، انا رحت لعمر، كان قاعد في كافيه قريب، رحت قعدت اطبطب عليه، الدنيا خلاص تمام مفيش حاجه. عمر بيكلمني تاني يوم كاتب كتاب الدنيا خلاص تمام وما تكسريش فرحتك وكل حاجه محلوله وي 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 تمام. كلم عمي اللي في قطر، قام عمي يا عمر كل حاجه محلوله يا عمر، دي قايمه مؤقته، قايمه سوريه، القايمه الاساسيه اللي هي بقى كل حاجه في الشقه بحذافير الحذافير يوم ايه يا عمر؟ قبل الفرح ان شاء الله. خلاص. بس حاب احكي كم كلمة، انه الصراحة وانا عم بسمع من الطرفين، في ناس تعاطفوا مع عمر، في ناس تعاطفوا مع دنيا، بس انا لما سمعت لعمر ودنيا حسيت انه هن الضحية الوحيدة بكل اللي صار، خصوصا مع خلافات الاهل واشياء مادية وحقوق وكل هاي الامور. انا بعتبر بالنسبة لي الحب اكبر من كل هاي الامور، من اكبر من الماديات ومن الحقوق. يعني عدم المؤاخذة، حتى لو الانسان حط مهر وحط مؤخر وحط ورق وكتب وكمبيلات وشيكات، بالنهاية أهم شيء إنه هن يكونوا متفاهمين وبحبوا بعض وعايشين بسعادة ببيتهم، بغض النظر عن فلوس الدنيا. ما هو حتى لو مثلا لا سمح الله صار انفصال واخذت كل المبالغ، بالنهاية شو رح يفيدها؟ أهم شيء يكون في تفاهم، وطالما هم بيحبوا بعض وإلهم 4 سنين. حسيت إنه الأهل كتير تدخلوا، الأهل حطوا كتير قوانين وشروط، فخربت العلاقة وتم الانفصال مع الأسف الشديد. وأكتر شيء بيزعل بهاي القصة إنه هن انفصلوا بسبب أمور مادية، أمور حياة، بس مش أكتر. ابوه يعمل ايه؟ يقول له على فكره دي بقت مراته شرعا وقانونا، يعني بالبلدي اعلى مفخرك اركبه، ويقول له عشان تثبت حسن نيتك هات لي القايمه وقطعها. فهو يقول لي يعني حق بنتي تبقى معايا، انا ولا كاتب مؤخر ولا مهر ولا شبكه ولا صداق ولا اي حاجه خالص، حق بنتي معايا واقطعه. المهم ان القايمه جت من هناك فعلا، وجت المأذون خلاص جهزها في الورق واتكتبت وخلاص الدنيا تمام. دخلنا جوه القاعه، عمر مضاها. اتقال عليا ان انا كنت عارفه بالموضوع، وانا ولا عارفه ولا منيله، انا زيك. القايمه جايه من هناك قبل ما نيجي بساعه، وفي شهود على كده. انا ما اعرفش حاجه، انت ظالمني. ما حدش واقف جنب عمر غيري في كل حاجه، في بيدجات، في ان انا اكبره، ان انا اشتغل. ما حدش واقف جنب عمر قسما بالله غيري. المهم في نص الفرح قام ابوه اخد ابويا على جنب، قال له انا زعلان منك يا ابو يوسف. قال له ليه؟ قال له عشان مضيت عمر على قايمه. قام بابا قال له ده ابني، بس في الاول وفي الاخر دي بنت، لازم اضمن حقها، انا مش ضامن اعيش لها بكره ولا لا، لكن ده ابني طول ما هو بيتعامل بما يرضي الله. انت عارف عمر ابني يا جماعه، عمر من ساعه ما دخل البيت قسما بالله بابا اللي مساعده في الشقه وبابا اللي مساعده في التشطيبات، في فلوس تشطيبات لحد دلوقتي قسما بالله لسه ما اتدفعتش. انتوا مدركين؟ ابويا ولا طلب شبكه، انا مخطوبه بدبله، والله بدبله، قسما بالله بدبله. ولما جاء قبل كتب الكتاب جاب خاتم، والله بابا بقى يقول له ليه يا ابني حرام عليك ده وقته. بابا مسك عمر قبل كتب الكتاب قال له يا ابني لو عرفت انك طلبت فلوس من حد غريب، حتى لو اخوك هتبقى بزعل، لو انت ناقصك فلوس تعالى قول لي. انا سدات. ما كناش بنتحرك اي خطوه غير امه معانا. قسما بالله يا جماعه احنا ولا وحشين ولا ظلمناه ولا اي حاجه خالص. ابويا مش كاتب مؤخر في القسيمه، مفيش مؤخر، يعني ولا مهر ولا شبكه ولا مؤخر ولا صداق ولا مقدم ولا اي حاجه خالص نهائي. انت سمحت لشيطانك والحريم اللي حواليك هم اللي يمشوك. الشاري ما بيدورش، واحنا ما عملنالكش حاجه عشان سواء تبقى شاري او تبقى بايع. انت طالع تخبط فيا انا طب انا عملت لك ايه؟ انا كنت بموت 5 ايام في المستشفى. عمر ما فكرش يرفع سماعه التليفون ويكلمني. عمر قال لي والله قال لي راجل غريب، هي لو كانت عايزاني تهرب من بيت اهلها وتيجي. قام الراجل قال له يا ابني ده لو هي عملت حركه زي دي يبقى في يوم من الايام سابتك، يعني سابت اهلها عشانك، يبقى هتسيبك عشان حد تاني. ويقول له يا ابني دي بنت في النص، مهما انتوا رجاله مولعين في بعض ما تظلموش بعض، تعالى ونحل. يقول له لا انا هطلق. عملوا قعده عرب لبابا، تمام. الحاج حسن غلطهم كلهم، طلع يقول ابوها طلب 300,000. الحاج حسن بنفسه، انا رحت وقعدت مع الحاج حسن ولا سمعت من ده ولا سمعت من ده. الحاج حسن بنفسه اللي قال يا بنتي انا دي جواز على الورق، الحمد لله انا زي ما انا شخص سليم، دي جواز على الورق، بس ده حقك، انا اللي حكمت ب 300,000 حقك، والخاتم والدبله حقك. اتقال عليا ان انا بمثل المرض عشان اجيبه مكسور تحت ابويا، واتقال عليا هربي من بيت اهلك، وامه قاعده تلقح ومرات اخوه قله ادب. الحمد لله انا مش بتاعه ترندات ولا بتاعه بيدجات ولا السوشيال ميديا ولا الكلام ده. طردني من 3 يوم من البيدجات كلها، وانا اللي عامله البيدجات، انا اللي بقيت بصور وبمنتج وبسهر وطالع عيني 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 عيني. اتقال عليا ان ابويا بيتاجر بيا وان احنا جعانين. انا الحمد لله ابويا بيبقى عنده بدل العماره عماير، وعنده بدل العربيه عربيات، وبدل المكتب مكاتب، بس من تواضع لله رفعه. انا لو انسانه جعانه ده هبقى طمعانه في حاجات كتير. انا بالنسبه لي شقتي دي كانت قصر،
قسما بالله كنت لو رحت مع عمر وحسيت ان المطعم ده غالي باخد نفسي وامشي، نروح مطعم تاني، نروح مكان تاني. كنت دايما اقول له مشيني، انا مش عايزه اقعد في مكان. امه كانت مسمياني البنك المركزي. امه كانت تكلمني وبتعيط لي بدل الدموع ده من منة وابنها. عمري ما سخنت، عمري ما ولعت. حبيبه والسيد عيال خلانه كانوا بيسيبوا بعض وبيفشكلوا. بابا راح لهم الساعه 3 حل المشكله. ابن خالته التاني كان هيطردوه من الشقه في القوانين القديمه. بابا راح حل المشكله. ما فكرش حد يطلع يقول احنا نحل المشكله، ده شيطان ودخل. كلهم قاعدين يطبلوا عمال على بطال. لما عملوا قعده العرب لبابا كنت في المستشفى، الحاج حسن كلمه قال له يا حاج ياسر انت فين؟ قال له انا مع البنت في المستشفى. 5 ايام بموت في المستشفى، ما فكرش يسال عليا ولا يطمن عليا. 5 ايام، 10 ايام برن عليه ما بيردش عليا، واخر حاجه يعملها يقوم اخد شتات سكرينات وبعتها لرجاله عيلته ورجاله عيلته يبعتوها للحاج حسن. دي حرمه بيت. ده الشات ده بالنسبه لي بيتي وبيتك دلوقتي. انتوا متخيلين اللي انا فيه؟ انت كراجل ما حاولتش تحل ولا تيجي تواجه. يا جماعه دي مراتي. بقيت اكلمه يا عمر انا تعبانه تعالى شوفني يا عمر. يا عمر ده انت معاك حجتك، ده انا مراتك تعالى شوفني. امه قاعده تلقح باقذر التلقيحات ومرات اخوه سايبهم. انا ولا ابويا طلع اتكلم في حاجه ولا امي ولا اخواتي ولا اي حد، عشان احنا ناس تعرف الاصول. هاي كانت قصة دنيا وعمر وسبب انفصالهم. وزي ما حكيت من قبل انه الاهالي للاسف الشديد بدال ما يصلحوا خربوا، وبدال ما يعمروا هدموا. وللاسف هن كانوا الضحايا بهاي القصة اللي كتير كتير وجعت قلوب وكتير. وفي عالم تعاطفت مع عمر وشافت انه معه الحق، وعالم تعاطفت مع دنيا وشافت انه هي معها الحق. وانا بالنسبة الي ما شفت الحق لا مع عمر ولا مع دنيا، شفت الحق الأكبر على الأهالي اللي كبروا المواضيع واللي خربوا وهدموا بيت مشان ماديات. ففعليا في مثل بيحكي الطبخة اللي بتكتر طبخينها بتخرب، وهذا اللي صار بقصتهم للأسف الشديد. وإن شاء الله يا رب ينحل الموضوع ويكون في خط رجعة، لأن قصة حب 4 سنين دامت من محبة ومن انتظار ومن صبر. حرام انه تنتهي بهاي الطريقة الكتير محزنة. انا هيك رأيي، انتو شو رأيكم؟ اكتبوا ارائكم وتعليقاتكم بخانة التعليقات، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل خبر جديد انا بنزله بالقناة اول باول. وبشوفكم فيديو جديد وخبر جديد، ومن هون لوقت بقلكم سلام بامان الله وحفظه.